حبايب قلبي عاملين ايه؟ يلا نبدأ قصتنا ونشوف بتحكي عن ايه النهاردة. يا ريت نصلي على النبي قبل ما نبدأ الفيديو ونعمل لايك واشتراك في القناة. في قرية بسيطة جدا كان في بنوتة ذكية وجميلة جدا اسمها رقية، وكان عندها طموح وبتحلم انها تكون مدرسة. كانت بتحلم باليوم اللي تسمع فيه اصوات الاطفال حواليها وهما بيتعلموا الحروف، وهي كانت في كلية تربية وقدامها سنة وتتخرج. كانت مامتها فخورة بيها جدا ودايما بتدعيلها، ولكن الدنيا كانت مخبية لها اختبار قاسي جدا. في يوم من الأيام مامتها تعبت جدا جدا، ولما كشفت الدكتور قال لرقية الكلام اللي صدمها. قال لها للأسف مامتك محتاجة عملية فورا، وتكاليف العملية كانت غالية جدا. والدها كان كبير في السن وما يملكش أي شيء، أما اخواتها الصبيان كانوا قاسيين جدا ومش بيفكروا غير في نفسهم وبس. رقية ما كانتش عارفة تعمل ايه، تركز في حلمها ودراستها ولا تفكر ازاي تعالج امها المريضة. قررت انها هتسيب دراستها لانها ما عندهاش اغلى من امها. صحيت من نومها الفجر وهي مقررة انها هتسافر القاهرة تشتغل حتى لو خدامة في البيوت. قالت لوالدها يا بابا انا لقيت شغل في القاهرة وهسافر اشتغل. ابوها بصلها وهو حاسس بحجم الوجع اللي هي فيه والتضحية اللي هي بتقدمها. طبطب على كتفها وقال لها روحي يا بنتي، ربنا يحميكي ويحفظك. سافرت رقية وهي في الطريق ما كانتش عارفة هي رايحة فين. كانت ماشية في طريق مجهول. دورت على شغل لحد ما لقيت الحمد لله شغل في بيت تاجر معروف. واشتغلت رقية وكانت بتتعب جدا جدا، وصاحبة البيت كانت ست متسلطة جدا، كانت دايما تزعق لها وتشتمها على أتفه الأخطاء. أما ابنها فكان دايما بيبص لرقية نظرات قذرة، ولكن هي كانت بتتجنبه وبتدعي دايما ان ربنا يحفظها من كل شر. كانت آخر اليوم بتقعد في أوضتها تعيط وتفتكر أمها وحلمها اللي ضاع، وكانت بتحاول تجمع فلوس على قد ما تقدر عشان تعالج مامتها، وكانت بتتحمل التعب ووجع جسمها من كتر الشغل طول اليوم. وفي يوم صاحبة البيت عملت حفلة كبيرة جدا لأصحابها، وكانت رقية هي اللي بتقدم الأكل والعصير وتخدم على الضيوف. ولما الساعة جت 12 بالليل والضيوف كانوا مشيوا، طلبت منها صاحبة البيت تنظف الفوضى وتلم الأطباق. جمعت رقية الأطباق على صينية وهي ماشية اتكعبلت وطقم الأطباق وقع على الأرض وكان غالي جدا. الست طلعت على الصوت وشافت الأطباق المكسورة. رقية قالت لها أنا أسفة، هما وقعوا غصب عني والله. قالت لها انتي حيوانة، انتي عارفة ده بكام؟ والله لأخصم تمنه من مرتبك عشان تتعلمي ازاي تركزي في شغلك بعد كده. رقية بصت للأطباق اللي في الأرض وقالت وهي بتبكي يا رب أنا ما بصدق أجمع فلوس تعب أسابيع راحت في لحظة على الفاضي. حست باليأس والعجز، لكن افتكرت كلام أمها ليها وهي بتقول لها اصبري يا رقية إن الله مع الصابرين. مسحت دموعها وقامت تصلي ركعتين وتدعي ربنا انه يديها القوة والصبر، وقررت انها هتسيب البيت ده وخرجت منه ورجعت تدور على شغل من تاني. وهي ماشية في منطقة راقية جدا في القاهرة لمحت مكتوب على باب فيلا كبيرة مطلوب مساعدة للمنزل. دخلت وخبطت على الباب، فتحت لها ست كبيرة في السن وعرفت ان دي المساعدة اللي كانت قبل كده. دخلت وقابلت صاحب البيت، كان رجل أعمال اسمه محمد وعمره ما يتعداش 50، وكان جنبه بنته كانت لطيفة جدا ومتربية. سألها وقال لها سبتي الشغل قبل كده ليه يا رقية؟ اترددت لحظة لكن قالت انها تقول الحقيقة، وحكت له موضوع الأطباق اللي اتكسرت. بص لبنته اللي قاعدة جنبه اللي كان اسمها منة وقال لها ولا يهمك يا رقية، احنا هنا ما عندناش الكلام ده،
انتي هنا زيك زينا بالظبط. اتنفست رقية بارتياح وحست انها اول مرة حد يعملها كبني ادمة. صاحب البيت قال لها تمام يا رقية، هتشتغلي معانا خلاص، والأوضة بتاعتك فوق، الحاجة زينب الخدامة القديمة هتوصلك ليها وتفهمك كل حاجة. وبدأت رقية شغل وكانت مرتاحة جدا، لأن مفيش حد بيحملها فوق طاقتها. كان أستاذ محمد بيراقبها من بعيد ولاحظ ان هي مؤدبة وعلى طول ساكتة وفي حزن في عينيها. وفي يوم رقية كانت بتنظف الصالون، لقت اسورة دهب تحت الكرسي. كانت الاسورة بتاعت منى بنت صاحب البيت. فكرت للحظة والشيطان بدأ يوسوس لها وقالت دي ممكن تسد جزء كبير جدا من مصاريف العملية. لكن فجأة مسحت الفكرة دي من دماغها وقالت مستحيل اعالج امي بفلوس حرام. وراحت لمنى اللي كانت قاعدة في حديقة الفيلا وقالت لها انا لقيت الاسورة دي يا استاذة منى، اعتقد انها بتاعتك. اخدت منى الاسورة وقالت لها ايوه انا دورت عليها كتير جدا ما كنتش لاقياها، شكرا يا رقية. حضرت منى مبلغ مكافأة لرقية على امانتها، لكن رقية رفضت تماما اي مكافآت وقالت لها ده واجبي. ومع الوقت اصبحت رقية جزء من عيلة الاستاذ محمد وكسبت ثقة الجميع. وكانت بتجمع الفلوس بتاعتها وما كانتش بتشتري اي شيء لنفسها. وفي يوم من الايام استاذ محمد قال لها وهو قاعد هو وبنته انا حاسس ان في حزن جواكي، لو بتثقي فينا ياريت تحكي ايه سبب الحزن ده يا رقية. خانتها دموعها وبدأت رقية تحكي قصتها. كانت بتتكلم وهي الدموع مالية عينيها. اتأثروا جدا بكلامها. وتاني يوم الأستاذ محمد قال لها احنا قررنا نديكي اجازة، وحط قدامها ظرف فيه فلوس كتير جدا يكفي تكاليف العملية بتاعت مامتها واكتر كمان. وقال لها اعتبريهم سلف تسديهم براحتك منين ما تحبي. فرحت جدا وشكرتهم ودعت لهم كتير جدا. وسافرت ورجعت بلدها، لقت حالة والدتها ساءت جدا. كلمت رقية الدكتور فورا ونقلت مامتها لأحسن مستشفى ودفعت تكاليف العملية كلها. ودخلت مامة رقية العمليات، ورقية كانت مستنية بفارغ الصبر وقاعدة تدعيلها. وبعد ساعات خرج الدكتور وعلى وشه ابتسامة، قالها الحمد لله العملية نجحت وتجاوزنا مرحلة الخطر. سجدت رقية على الأرض سجدة شكر. وخرجت والدتها وبدأت تتحسن يوم بعد يوم. ورجعت رقية تبتسم من تاني. فضلت جنب مامتها أسابيع لحد ما اتعافت تماما. فجأة شافوا عربية غالية جدا وقفت قصاد بيتهم، وكانوا الناس كلهم مستغربين أول مرة حد يخش بلدهم بعربية زي كده. نزل الأستاذ محمد من العربية، دخل بيت رقية ووالدها قبله ورحب بيه جدا. ودخل الأستاذ محمد اطمن على صحة والدتها وقال لوالد رقية أنا جيت النهاردة مش عشان أطالب بالفلوس، أنا جيت أطلب إيد رقية. سمعت رقية الكلام من ورا الباب واتصدمت جدا وقالت معقول رجل الأعمال المشهور أستاذ محمد أبو العزم عايز يتجوزني أنا؟ كمل كلامه وقال أنا مش بدور على الفلوس، أنا ربنا كرمني الحمد لله، أنا لقيت في رقية الأدب والأمانة والصبر، وده لا يقدر بمال الدنيا كلها. برغم انه كان في اواخر الأربعين لكن شكله ما كانش يبان عليه السن ابدا وكان وسيم. فكرت رقية في الفرق الاجتماعي اللي ما بينهم، من ناحية هو طيب ومحترم، ومن ناحية تانية هل مجتمعهم هيتقبلها بعد ما كانت الخدامة بتاعتهم. طلبت مهلة تفكر وتصلي استخارة. بعد ما صلت وفكرت اتكلمت مع والدتها، قالت لها يا بنتي هو شاف فيكي اخلاقك الكويسة وامانتك، ملوش علاقة بالفقر والغنى، توكلي على الله يا بنتي، هو انسان محترم ومش هتلاقي زيه. وافقت رقية واتجوزته وعاشت في الفيلا، بس المرة دي مش خدامة، المرة دي رجعت وهي ست البيت. عاشت معاه وكان بيعملها بمودة واحترام. وفي يوم سألها محمد ايه اكتر حلم بتتمنيه؟
قالت له اني اكمل دراستي وابقى مدرسة. قال لها مفيش مشكلة، بس ايه رأيك لو نبني مدرسة في القرية بتاعتك وتكملي دراستك وانتي اللي تديري المدرسة. طارت من الفرح، وفعلا بدأ يأسس المدرسة، وقدمت رقية في احسن جامعة وبدأت تكمل دراستها. وبعد سنتين كان افتتاح المدرسة، واهلها واقفين فرحانين جدا وفخورين بيها. محمد مسك ايدها وقال لها يا ترى انتي فرحانة دلوقتي ولا لا؟ قالت له كل الوجع والألم اللي عشته ما يجيش حاجة مقابل اللحظة دي. قصة رقية هي التجسيد الحي للآية الكريمة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ برها بأمها كان إحسان، وصبرها على البلاء كان إحسان، وتمسكها بمبادئها إحسان، فكان جزائها من الله زوج صالح وحياة كريمة وتحقيق حلمها. أثبتت للعالم أن الله حق لا يضيع أجر من أحسن عملا.